هالعاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا مع حلقة جديدة من برنامج الكويت تستاهل. مثل ما أنتم عارفين برنامجنا يسلط الضوء على المتطوعين الكويتيين في مختلف المجالات اللي هدفهم الأول والأخير رفع اسم الكويت عاليا بين الأمم وخدمة الشعب الكويتي في المقام الأول. اليوم راح نتطرق إلى جمعية أصدقاء النخلة وأيضا إلى أكاديمية العمل التطوعي البيئي اللي جمعية أصدقاء النخلة في صدد عملها للمتطوعين البيئيين. ضيفنا راح يكون الدكتور عادل حسن دشتي رئيس جمعية أصدقاء النخلة. حديثنا معاه بعد الفاصل. تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. مثل ما قلنا قبل الفاصل لقائنا مع الدكتور عادل حسن دشتي رئيس جمعية أصدقاء النخلة. أهلا وسهلا فيك دكتور وحياك الله معنا. حياكم الله والساعة المباركة. دكتور، يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة في دولة الكويت بدينا نعرف أن هناك نية لإنشاء أكاديمية خاصة بالعمل التطوعي البيئي تبناها جمعية أصدقاء النخلة، وخاصة وأنت حضرتك دكتور المشرف العام على هذه الأكاديمية. ودنا نتكلم على بداية هذه الفكرة. نعم، طبعا بداية أنا أحب أشكركم على هذه الاستضافة المتجددة دائما في برنامج الكويت تستاهل. وحقيقة الكويت تستاهل. من هذا المنطلق يعني احنا في جمعية أصدقاء النخلة عندنا العديد من الفعاليات التطوعية مع مجاميع الشبابية المختلفة، وكانت لنا خلال السنة الماضية أكثر من 100 فعالية ما بين مؤتمر وندوة وملتقى ومحاضرة. وحقيقة واجهنا العديد من الملاحظات والعديد من الاقتراحات اللي شفناها مدى أهمية إنشاء أكاديمية متخصصة للعمل التطوعي البيئي. هناك العديد من الفرق التطوعية والمئات، يمكن أقدر نقول آلاف الشباب المتطوعين بدولة الكويت في مختلف مجالات التطوع، ولكن لمسنا هناك حاجة لوجود أكاديمية للعمل التطوعي البيئي تحديدا. هناك العديد من الشباب اللي يحبون العمل التطوعي في مجال البيئة، ولكن أنشطتهم وفعالياتهم تكون من واقع اجتهاد شخصي، يعني ما في خطة مدروسة، ما في يعني أساس علمي مدروس يمشون عليه في أنشطتهم وفعالياتهم. وسبق أن أقمنا بالشهر يوليو الماضي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للبيئة كذلك أقمنا الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية في دولة الكويت. وحقيقة واجهنا مثل هذه الملاحظات، وجدنا صعوبة من بعض المجاميع وبعض الأفراد المتطوعين في الانضمام إلى الجانب العمل التطوعي البيئي. من هذا المنطلق قدمنا مبادرة إلى وزارة الدولة لشؤون الشباب لإقامة أكاديمية العمل التطوعي البيئي، ولله الحمد تمت الموافقة عليها، والآن احنا في طور تنفيذ هذه المبادرة. نعم. دكتور، شنو اللي يعني المؤمل من خريجين هذه الأكاديمية؟ شنو راح يضيفون للعمل التطوعي بعد وجود أكاديمية خاصة في العمل التطوعي البيئي الكويتي؟ نعم، احنا ركزنا في هذه الأكاديمية على أكثر من جانب. الجانب الأول راح نستضيف
مستشارين خارجيين من سلطنة عمان، من مملكة البحرين الشقيقة، من المملكة العربية السعودية، لإعطاء مجموعة من المفاهيم الخاصة بالعمل التطوعي وأهميته ودوره وفوائده على المجتمع وعلى الفرد نفسه. إضافة إلى هناك جانب آخر وهو الجانب البيئي، يعني راح يكون هناك مجموعة من الفعاليات الخاصة بالتطوع وأهميته واستراتيجياته وكيفية تشكيل الفرق وما هي التحديات اللي تواجهها عادة العمل التطوعي، إضافة إلى العمل البيئي تحديدا ومن قبل متخصصين سواء محليين أو خارجيين. بعد هذه المرحلتين راح يكون هناك تجارب عملية أو فعاليات عملية يقومون فيها المتطوعين بعد ما أخذوا الجانب التطبيقي، يعني يكون في جانب عملي. يعني بعد هذه مرور شهر راح يكون هناك ممارسات عملية على أرض الواقع. نتأمل خلال هذا الشهر بعد مرور فترة شهر أن نطلع أو نخرج مجموعة من الشباب المتطوع المتخصص في البيئة، عارف شنو هي البيئة وعارف شنو مفاهيم التطوع وأهدافه وفوائده عليه وعلى المجتمع، وإضافة إلى يكون يفكر بمنهجية علمية بيئية تساعده على رفع مستوى الوعي البيئي في دولة الكويت. نعم دكتور، عندما يعني نقول أكاديمية يعني خاصة مثل أكاديمية جامعية، نعرف والله أن في سنوات وفي دراسة وفي التزام، فودنا نتعرف يعني هذه شغلة جديدة عندنا بالكويت أن أكاديمية بيئية تطوعية، فودنا يعني نعرف يعني مدى الالتزام وهل في النهاية في شهادة؟ نعم، احنا خلال وضعنا لخطة البرنامج الأكاديمية وضعنا بعين الاعتبار جميع هذه التساؤلات. طبعا ما راح تكون نفس الأكاديميات الرسمية الحكومية، ولكن هي معنية في العمل التطوعي. راح يكون هناك عدد ساعات معينة يجب أن يقضيها المتطوع على أساس يكون يجتاز هذه الأكاديمية. راح يكون ساعات نظرية وساعات عملية ميدانية في الأنشطة والفعاليات البيئية، وكذلك إشراف من الفريق الفني والفريق العلمي اللي خاص بالأكاديمية لمتابعة كل متطوع. وهناك متابعة من مستشارين اللي راح نستضيفهم من دول مجلس التعاون حق الطلبة أو حق المتطوعين معانا في الأكاديمية. بالنهاية راح يشعر المتطوع بالفرق قبل دخوله وبعد انضمامه إلى هذه الأكاديمية. هدفنا أن نخرج مجاميع من الشباب المتطوع يستمر في العمل التطوعي البيئي وفق منهجية منظمة ويستفيد منها هو كفرد وكذلك المجتمع. نعم دكتور، عندنا يعني بالكويت بيئة بحرية وبيئة برية، فهل انتم يعني دامجين، يعني هل هي متخصصة في يعني اتجاه معين ام انها مفتوحة للبيئتين؟ يعني طبعا البيئة تشمل البر والبحر والهواء والتربة والرمل وجميع ما يحيطه من تنوع بيولوجي جميل. بداية راح نستقبل جميع المتطوعين، واثناء فترة التطوع او فترة الأكاديمية راح نعرف رغباتهم وهواياتهم واهتماماتهم. وعندنا محاضرين متخصصين في الجانب البري وكذلك محاضرين متخصصين في البيئة البحرية. راح يكون ينضمون المهتمين في البيئة البحرية راح يكونون مع المحاضرين المتخصصين في البيئة البحرية. يعني راح يكون معنا من فريق سنيار للغوص متخصصين في البيئة البحرية وآخرين متخصصين في البيئة البرية، ولهذا راح نشوف كل شخص وكل متطوع وميوله، وعلى هذا الأساس راح ينضم إلى الفريق المختص فيه واللي يحب يعمل معاهم. هل دكتور تعتبر هذه الأكاديمية الأولى في الخليج، يعني راح تكون على مستوى الخليج؟ طبعا موضوع الأكاديميات التطوعية لا منتشرة، ولا هذه مو الفكرة الأولى أكاديميات التطوعية، ولكن كأكاديمية متخصصة للعمل التطوعي البيئي تحديدا هي الأولى على مستوى الوطن العربي أنا حسب رؤيتي واطلاعي، وهذا يعني حسب تواصلنا مع العديد من الخبراء داخل دول مجلس التعاون وغيرها. هذه أول أكاديمية للعمل التطوعي البيئي. نعم دكتور، يعني على مستوى العالم عندما يعني دول العالم اللي اهتم بالبيئة، وهو يعني اهتمام بالبيئة أصبح عالمي دكتور، عندما يسمعون أنه والله في أكاديمية بيئية تطوعية في دولة الكويت، شنو المردود الإيجابي لدولة الكويت على مستوى العالم؟ لأنه والله عيالها أبنائها قاعد يتطوعون ولكن بشكل مدروس وعلمي. طبعا التخصص هو سر النجاح، ولهذا آثرنا في جمعية صغار النخلة أن نتخصص في الموضوع البيئي ونتخصص في العمل التطوعي البيئي. هناك العديد من الفرق يمكن تقوم بمختلف أنواع التطوع، بيئي وإغاثي واجتماعي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيره، ولكن احنا توجهنا يكون في هذا التخصص. وبالعكس يعني لمسنا هناك صراحة قبول كبير وارتياح كبير حقيقة من مختلف الجهات اللي قاعد تواصل معاها على مستوى الوطن العربي، وهذا يعني لاحظناه من بداية إطلاق الفكرة. والعديد منهم من الخبرات العربية من مختلف الدول العربية حقيقة قاعد يبادرون أنهم مستعدين يشاركون معنا في خبراتهم في تجاربهم، ومستعدين يتواصلون معنا ويقدمون كل ما يستطيعونه.
نعم. يمكن دكتور بعدين اذا صار عندنا ان شاء الله خلال الفتره المقبله خريجين لاكاديميه يمكن يستعان فيهم يعني بالخارج، يعني عندما يقول والله متطوع كويتي خريج اكاديميه يمكن يستفاد منه هناك وتكون له النظره غير. نعم، احنا هذا اللي نطمح له، ان نخرج متطوعين كويتيين متخصصين في البيئه ينقلون رسالتنا في العمل الجماعي، في حب البيئه، في التواصل مع مختلف المجاميع، في نشر هذه الثقافه، ثقافه حب العمل التطوعي البيئي. نعم. دكتور يعني هل يعني راح تستوعبون، حطيتوا ببالكم والله اعداد معينه محدده كانطلاقه اولى للاكاديميه؟ نعم، بما ان هذه الانطلاقه الاولى للاكاديميه حقيقه حاطين الاعداد محدوده، حاطين تقريبا ما يقارب 50 شخص لاول دفعه، اول دفعه تكون 50 شخص، ونتامل انها تكون الاكاديميه مستدامه ومستمره، وكل فصل نخرج لنا 50 متطوع بيئي متمكن ومتميز. اتصور هذا راح يحدث نقله في عالم التطوع البيئي في دوله الكويت. نعم. والمجال مفتوح للجنسين دكتور، يعني ذكور واناث؟ نعم، مجالنا مفتوح للجنسين، بشرط انه يكون عاشق للعمل التطوعي ويحب انه ينضم للفرق المهتمه في البيئه. نعم. هل هناك دكتور مثلا راح تسوون برامج تحفيزيه تشجيعيه بينهم، منو الافضل منو الاحسن منو المتميز؟ نعم، هذا طبعا ما خفى علينا وعلى الاخوان اللي اثناء اعداد البرنامج راح تكون هناك مسابقه لافضل مشروع بيئي، وهناك كذلك مسابقه لافضل فيديو بيئي توعوي بيئي، وكذلك بعض المسابقات لافضل صور بيئيه. تعرف المجال البيئي مجاله مفتوح، والان الجو ما شاء الله بالكويت جو رائع، سواء على البحر وعلى البر، الاجواء مناسبه جدا لهواة التصوير، لهواة التصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو، تصوير تحت البحر، تصوير في الجو. يعني هذه الامور عشاق البيئه وايد يهتمون فيها، فراح نضع مجموعه من الجوائز التحفيزيه للمتطوعين لاظهار كفاءاتهم، لاظهار ابداعاتهم في العمل التطوعي البيئي. نعم. دكتور على فكره يعني البيئه الكويتيه ومن خلال خبرتك وخبره الناس اللي يشتغلون معك، يعني بديتوا تعرفون مثلا ان شنو تعاني البيئه البحريه، شنو تعاني البيئه البريه، وبالتالي هل الدراسات راح تكون او الدروس العمليه والنظريه راح تكون بناء على مشاكل حصلت او مشاكل متوقع انها تحصل في الفتره المقبله؟ نعم، يعني حقيقة الوضع البيئي بالكويت يحتاج تضافر مختلف الجهود، يعني ما نقدر احنا نلزم جهة معينة سواء كانت حكومية او خاصة او مجتمع مدني بأنها هي المعنية فقط في متابعة قضايا البيئة. قضايا البيئة مسؤوليتنا جميعا. نحاول احنا من خلال خريجين هذه الأكاديمية أن نوجههم يساعدوننا ويساعدون أنفسهم ويساعدون مجتمعاتهم في تسليط الضوء على هذه الملفات البيئية. احنا دائما نركز على ثلاثية الترشيد اللي كل واحد مثلا يقدر يقوم فيها وهو في بيته، يعني ترشيد الطاقة، ترشيد المياه، وترشيد النفايات. هذه أكثر ثلاث تحديات اللي احنا نعايشها في بيوتنا يعني على الأقل، فما بالك اللي طلعنا خارج المنازل هناك تحديات بيئية أكثر. ولكن التحديات اللي نشترك فيها جميع الكويتيين وجميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض هذه التحديات، ترشيد الطاقة والمياه والنفايات. احنا إذا قدرنا نطلع جيل أو مجاميع من المتطوعين المهتمين في البيئة يركزون على هذه الملفات، صدقني راح نحدث نقلة نوعية في مدى اهتمام المجتمع الكويتي في قضايا البيئة. نعم. هل تطمحون دكتور يعني أن خريج الأكاديمية يكون أيضا سفير بيئي لكم، مثلا يروح يعطي محاضرات بالجامعة، يعطي محاضرات في المدارس، يعني شخص يقدم المعلومة البيئية الصحيحة؟ حقيقة أنت قاعد تقرأ أفكارنا فهد، وهذا أشكرك أحييك على هذه الإطلال على الشأن البيئي. من ضمن الأفكار اللي واضعينها لهذه الأكاديمية فكرة جواز المتطوع البيئي، وهي لها درجات. أعلى درجة من درجات جواز المتطوع البيئي هي درجة سفير البيئي، وهذا اللي نتأمل أن نطلع مجموعة من هذه الأكاديمية يكونون فعلا سفراء بيئيين لدولة الكويت، يشاركون في المنتديات المحلية والملتقيات المحلية وكذلك الملتقيات الخارجية. هناك العديد من الملتقيات البيئية الخارجية وشاركنا فيها يمكن في شهر سبتمبر الماضي في دعوة من برنامج الأمم المتحدة البيئي، ولله الحمد أعطيناهم نظرة إيجابية وصورة إيجابية جميلة جدا عن الوضع البيئي في الكويت ومدى اهتمام مؤسسات المجتمع المدني في البيئة في دولة الكويت. يمكن ما كانت عندهم هذه النظرة أو بعض التفاصيل غايبة عن المجتمع الخارجي، ولكن دورنا احنا كمهتمين في البيئة ومتخصصين في البيئة
ان ننقل الجانب الايجابي من البيئه الكويتيه الى المجتمع سواء داخل الكويت او خارج الكويت. نعم. على فكره يعني ايضا دكتور يعني كانت يعني لفته جميله يعني منكم في يعني جمعيه اصدقاء النخله، ان يعني في شهر يعني يوليو الماضي اعتقد ان عملتوا ملتقى، وكان فرصه ان تقعدون مع مختلف المتطوعين، كان الملتقى الاول للفرق التطوعيه. هل هذا دكتور كانت يعني انطلقت منا الفكره، شفتوا هالتجمع الكبير، كان ودكم انكم يعني تكونون في مكان واحد مثل الاكاديميه؟ نعم، الملتقى الاول الفرقه التطوعيه البيئيه اللي اقمناه في شهر يوليو واغسطس الماضي كان فرصه للتلاقي مع مختلف الفرق البيئيه، وكان فرصه للتلاقي مع المتطوعين البيئيين، ووضعنا من خلاله وثيقه العمل التطوعي البيئي، وكان من اهدافها تبادل خبرات وتبادل معلومات. اتصور في هذه الاكاديميه راح نعزز دور الفرق التطوعيه البيئيه، كان هدفنا ان نطور اداء هذه الفرق من خلال هذه الاكاديميه، وخريجين هذه الاكاديميه اللي راح ينتشرون على مختلف الفرق التطوعيه البيئيه، وقد ياسسون فرق كذلك بيئيه جديده، وقد ينضمون الى فرق الجمعيه. من خلال هذا الحراك، من خلال هذا التعاون بين هذه الفرق وبطريقه منهجيه علميه منظمه، احنا متاكدين ان راح ننتقل بالوضع البيئي في الكويت الى مستويات متقدمه افضل. نعم. دكتور يعني بعد ما ان شاء الله تخرجون اول 50 واحد من الاكاديميه، هل هذا معناته دكتور ان شاء الله مثلا يعني كل شهرين راح يصير عندنا خريجين، راح تبدا العجله تدور في مجال يعني تخريج ناس مهتمين في البيئه؟ هذا يعتمد على مجموعه يعني محددات ومجموعه عوامل حقيقه، التعامل او تعاون الجهات الرسميه معنا، تعاون الداعمين والرعاة ويانا، تعاون المتطوعين. تعرف احنا ودنا نقدم برنامج متميز، وهذا يحتاج من عندنا فتره اعداد طويله سواء مع المحاضرين والمستشارين خارج دوله الكويت. احنا نحاول نستقطب الخبرات البيئيه من خارج دوله الكويت كذلك، نطعمها مع الخبرات الكويتيه، يكون هناك تمازج بالخبره والمعرفه والعلم بين هذه الخبرات كلها، لنأسس احنا مجموعه من المدربين الكويتيين بالاستعانه مع المدربين بالخارج او في دول مجلس التعاون تحديدا. ولهذا نحتاج احنا بعد ان شاء الله الدفعه الاولى من الخريجين الاكاديميه انه هنا يكون هناك تقييم لهذه التجربه، في بالنا انه يكون هناك 3 مواسم تدريبيه او تطوعيه على مدار السنه، يعني موسمين وموسم كذلك بالصيف، الاستفاده من فتره الصيف والموسم الربيعي والموسم الخريفي. نتمنى ان نحقق يعني هذا الطموح، وايدكم بدينا وان شاء الله القادم اجمل. اكيد ان شاء الله. دكتور يعني هل تستغلون على طاري يعني سالفه مثلا والله 3 مواسم، تستغلون والله فتره مثلا التخييم، يعني فتره مثلا الناس بالصيف يطلعون بحر، يعني هل المواسم البيئيه اللي انتم حاطين لها جدول معين، هل هذه تثير اهتمامكم ويزيد نشاطكم فيها؟ طبعا يعني احنا في الصيف يعني في عز فتره الصيف بشهر يوليو وشهر اغسطس يعني الناس اغلبها مسافرين، ولكن احنا اقمنا ملتقى الفرق التطوعيه البيئي الاول، وكان هناك اقبال منقطع النظير حقيقه، وهذا اللي شجعنا ان ندري ان هناك مجاميع شبابيه في كل موسم لا جمهوره. موسم الصيف يعني رحنا كانت مجموعه من الفعاليات على البحر، ورحنا جزيره قارو بالصيف، طبعا هذا موسم الصيف. الان بالموسم الشتوي موسم الربيع هناك المحميات الطبيعيه، هناك التخييم، هناك فعاليات كثيره نقدر نقوم فيها بالهواء الطلق، ما نقدر نسويها فتره الصيف. فلكل صيفه كل موسم مناخي له ايجابيات اللي نحاول احنا نستثمرها في الجانب البيئي. تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح على البحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي. العاصمة تفرق عن الكون كله. دكتور يعني اللي مثلك عارف وانت يعني ناشط وخبير في مجال البيئة، يعني هالعمل هذا إذا ما طلع حق وسائل الإعلام أو كانت هناك وسيلة إعلامية تبرز يعني هذا العمل، يعني في النهاية يعني يكون عمل ناقص. فهل دكتور مثلا ببالكم أن هالأعمال اللي تقوم فيها طول السنة بالبر والبحر توصلونها بطريقة صحيحة؟ هل عندكم أفكار مثل كذي؟ طبعا التحدي الاعلامي هو تحدي رئيسي، اتصور انا اي مشروع او اي مهمه كبيره تحتاج الى ذراع اعلامي لنقل هذه الرساله وهذا المشروع الى الجمهور المستفيد منه او لمتخذي القرار.
من فتره طويله احنا قدمنا لوزاره الاعلام لطلب ترخيص قناه متخصصه في البيئه، ولله الحمد تم اشهار هذه القناه، اول قناه مرخصه من وزاره الاعلام ومتخصصه في البيئه باسم قناه بيئتي. نعم. ولله الحمد سويناها وقمنا في العديد من الفعاليات في هذه القناه اللي على اليوتيوب. الان عندنا تعاون مع مؤسسه الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للابحاث العلميه اضافه الى الهيئه العامه للبيئه لتحويل هذه القناه اللي على اليوتيوب الى ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، وهذا ان شاء الله بمجرد اتمام المشروع راح يحدث نقله في الاعلام البيئي بدولة الكويت حسب اعتقادنا. راح ننقل جميع فعالياتنا وكذلك الفعاليات البيئية في الكويت من مؤتمرات، من لقاءات، من أي فعالية بيئية سواء كانت لنا أو مختلف الفرق التطوعية أو الناشطين البيئيين، سيتم نقلها مباشرة عن طريق هذا الابلكيشن وتصبح في متناول الجميع، بحيث ما تكون يعني الفرق التطوعية اللي ما عندها إمكانيات للنشر أو التواصل مع مختلف وسائل الإعلام تتخذ من هذه القناة وسيلة أو منصة إعلامية لنشر فعالياتها البيئية. وفي المقابل دكتور أكيد يعني عندكم خطة في مجال التواصل الاجتماعي، يعني دائما تويتر والسناب والانستغرام يعني قاعد تستخدمونها في إيصال المعلومة أول بأول حق المتلقي؟ نعم، هذا طبعا كل فعالية بعدها أو أثناء حتى أثناء نحرص على نشر فعالياتنا في البث المباشر، نحاول نستثمر برامج التواصل الاجتماعي اللي غير مكلفه والمجانيه، تويتر، سناب شات، الفيسبوك كذلك، الانستغرام، هذه برامج منتشره وغير مكلفه بالنسبه لنا كجمعيه نفع عام، غير ربحيه. تعرف موضوع الدعم المادي مهم بالنسبه لنا، فنحاول نستثمر هذه البرامج لنشر رسالتنا، لنشر رساله نشر الوعي الثقافي البيئي في دوله الكويت. نعم. يمكن دكتور في يعني الدقائق المتبقيه لنا يعني من البرنامج ودنا نسلط الضوء وما ننسى، يعني انت حضرتك رئيس جمعيه اصدقاء النخله، فشنو مشاريعكم مع المتطوعين وشنو اهتماماتكم المقبله ان شاء الله؟ احنا عندنا هاي المشروع الاكاديميه لغايه نهايه 2017. 2018 عندنا مجموعه من الفعاليات والورش والمحاضرات بالتعاون مع مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع معهد الابحاث، بالتعاون مع الهيئه العامه للبيئه. ان شاء الله خلال الفتره القادمه سننشر الجدول وراح يكون في هناك مفاجآت ايجابيه جميله جدا لعشاق البيئه. نعم. الدكتور يعني يمكن في شهر يمكن 10 بدايه شهر 10 الماضي يعني اكتوبر او اقل من كذي كان لكم جوله ونشاط جميل جدا كان في منطقه الجابريه، هي زراعه منطقه الجابريه. فشلون شفتوا صدى ان يعني فريق متطوع ينادي اهالي منطقه ويبدا عمليه زراعه المنطقه ويخلي الاهالي يشاركون فيها يعني؟ نعم، يعني هذه المبادره كانت من الدكتور ابراهيم دشتي ونمسي عليه بالخير حقيقه، وهو صاحب المبادره وهو من اهالي المنطقه، وتداعوا له مجموعه من الجهات والفرق، واحنا من شاركنا بشيء بسيط يعني في بعض فسائل النخيل وشاركنا معاهم بالحضور، ولقينا هناك تجاوب كبير حقيقه سواء من اهالي المنطقه او باقي مناطق الكويت. يعني شيء بشيء يذكر احد الاخوان جان من المملكه العربيه السعوديه، رئيس احدى الجمعيات البيئيه من المملكه العربيه السعوديه ونمسي عليه بالخير، وحقيقه جانا من السعوديه للجابريه يشارك معنا، حضر ساعه واحده ورجع مره ثانيه. يعني يبين لك هذا مدى الحس البيئي الراقي والعالي عند مختلف شرائح المجتمع داخل الكويت وخارج الكويت. دكتور يعني نجاح هذه الفكره في منطقه الجابريه، هل شجعكم ان انتم تنتقلون الى مناطق اخرى، انكم تتوسعون في مختلف محافظات الكويت السته؟ يعني الفكره كانت ايجابيه وناجحه، ونفس الفريق راح يقومون في منطقه السر عندهم، وقبل ايام شاركنا كذلك مجموعه من المتطوعين في منطقه صباح الاحمد وكذلك في منطقه عبد الله المبارك. يعني انا ما شاء الله قاعد نشوف هناك مجاميع تطوعيه كويتيه قاعدين يبادرون بروحهم باجتهادات شخصيه ومبادرات شخصيه من عندهم، وقاعدين يحصلون تفاعل سواء من الجهات الرسميه او من المتطوعين لنشر ثقافه الزراعه، نشر ثقافه الاهتمام في البيئه، وهذا شيء جدا ايجابي حقيقه، ويشجعنا احنا كجمعيه نفع عام معنيه ومتخصصه في البيئه، يشجعنا المزيد من طرح الافكار وطرح المبادرات البيئيه. نعم. يمكن دكتور يعني المشاكل البيئية سواء البرية أو البحرية الكويتية تعتقد أنها يعني مشاكل واحدة دكتور بإمكان يعني نصير إيد واحدة لحلها؟ طبعا في مشاكل الكل يعاني منها، مشاكل قضايا الطاقة، قضايا النفايات، قضايا ترشيد المياه،
كثير من الدول تعاني منها ولكن بدرجات متفاوته. يعني في على مستوى دول الخليج يعني البحر واحد، الخليج واحد، نفس المشاكل البيئيه اللي قد تعاني منها، قضيه قله المياه. في بعض الدول يمكن ما عندها موضوع مشكله المياه، عندها انهار وغيرها حتى في الدول العربيه. قضايا الطاقه، احنا بلد نفطي له تحديات بيئيه تختلف عن البلد الغير النفطي، فهي العمليه متفاوته. هناك مشتركات كثيره وهناك خصوصيه لبعض الدول قد ما تعاني منها الدول الاخرى. دكتور، بما ان يعني في مشاركين يعني ومحاضرين راح يكونون في الاكاديميه من دول مجلس التعاون الخليجي، هذا ايضا يخليكم مستقبلا ايضا تقبلون متطوعين خليجيين ايضا يكونون خريجين اكاديميه كويتيه وتكون انطلاقتهم من الكويت بعد؟ بصراحه جتنا عروض او طلبات من بعض الجهات من دول مجلس التعاون، بعض الافراد اللي ودهم ينضمون لنا، ولكن لان هذه اول مره، اول تجربه وراح تستمر لمده شهر، يمكن هذا احد العوائق اللي قد يعيق انضمام بعض الافراد من الخارج لهذه الاكاديميه، ولكن ان شاء الله في المستقبل راح نضع اليه ان لتبادل الخبرات هذه والاستفاده، سواء كانت اكاديميات في دول مجلس التعاون او الاكاديميتنا، يكون هناك تبادل المتطوعين، تبادل من الخبرات، تبادل المحاضرين بين دول مجلس التعاون. هذا شيء يعني بالعكس يسعدنا ويفرحنا. واحنا سبقا شاركنا في المملكه العربيه السعوديه، قدمنا محاضرات، كذلك في دوله قطر الشقيقه قدمنا محاضرات في العمل التطوعي ودور مؤسسات المجتمع المدني. شنو اعمالكم دكتور يعني البيئيه الشتويه؟ الشتويه احنا مقدمين مجموعه من المشاريع ان شاء الله سيتم البحث، يعني بمجرد اقرارها، حقيقه لحد الان لم يتم الاقرار النهائي لها بالتعاون مع مؤسسات الدوله. بمجرد ما يتم اقرارها راح نعلن عن مجموعه من الفعاليات، راح نخليها مفاجاه للجمهور، وطبعا راح نبلغكم عنها اول باول. دكتور، هل تحس يعني كل ما تطرحون مشروع تطوعي تحسون ان في تفاعل من المجتمع؟ اصبحت هناك ثقافه التطوع يعني بدات تنتشر بين الناس؟ بكل صراحه يعني خلال سنتين قدمنا 100 فعاليه مختلفه. لو لم نجد ذلك التفاعل من الجمهور ومن المؤسسات الرسميه ومن القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن وسائل الاعلام، يعني لو ما لقينا هذا التفاعل وهذه الروح الايجابيه منهم وهذا القبول وهذا الاستعداد، كان ما قدرنا نستمر، وكان وقفنا على مستوى واحد واكتفينا بما قدمنا. ولكن هذا التفاعل الجميل من كل هذه الجهات والمتطوعين بدايه، هذا اللي يخلينا نستمر. هذا وقودنا الذاتي حقيقه، وقود كل مؤسسات المجتمع المدني هو تفاعل المجتمع. اذا ما في تفاعل ووسائل الاعلام ما تتفاعل مع هذه الانشطه كان وقفت وطفت نارهم، ولكن لله الحمد تفاعل المجتمع رائع، تفاعل وسائل الاعلام رائع، حتى الجهات الداعمه وشركائنا الاستراتيجيين سواء مؤسسه الكويت التقدم العلمي، الاخوان في محل الكويت للابحاث العلميه، وكذلك الاخوان في الهيئه العامه للبيئه ومسؤولينهم، تفاعلهم ودعمهم مثل هذه الفعاليات تشجعنا نحو المزيد من الافكار ومحاوله تنفيذ هذه الافكار والمشاريع. دائما دكتور يمكن نختم معك يعني بهذا الموضوع، يعني إذا المعلومة وصلت للنشء طلبة الابتدائية والمتوسطة والثانوية يعني تكون راسخة أكثر من شخص يعني تربى على مثلا المخالفة، يعني فبالتالي هل أنتم مثلا أيضا من خططكم أن توجهون لهذه الفئة حتى تكبر على ثقافة بيئية تخدم الوطن بشكل صح؟ احنا أول ما بدأنا الحملة الوطنية لمشروع مليون نخلة كانت في عام 2012، وبدأت في مدارس وزارة التربية لإيمان ويقين بأن تغيير الثقافة يجب أن يبدأ بالنشء من طلبة المدارس. وفعلا كانت لنا أنشطة زرعنا في أكثر من 32 مدرسة وشاركونا الطلبة في هذه الفعاليات. والآن عندنا مجموعة من المشاريع والفعاليات مع كذلك مدارس وزارة التربية ومع الطلبة. احنا ما ننسى هذه الشريحة، هذه شريحة رئيسية وشريحة نعول عليها للمستقبل، هم شباب الوطن، هم اللي نعول عليهم لتغيير الثقافة إلى الأفضل. نعم. عموما دكتور الله يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله يعني راح نكون من خلال برنامج الكويت تستاهل نتابع عملية سير عمل الأكاديمية، وأيضا إن شاء الله خلال الفترة المقبلة نلتقي مع الطلبة وأيضا الخريجين، خاصة وأنها أول أكاديمية كويتية متخصصة في البيئة التطوعية. الله يعطيكم الصحة والعافية، ودائما إحنا كلنا نخدم هالبلد هذا. الله يحفظكم، كل الشكر لكم ولطاقم العمل وحضرتك على هذا التواصل وهذا الدعم الإعلامي الرائع اللي قاعد نشوفه حقيقة، وهذا يعني شيء يثلج الصدر، ومن أجل الكويت أجمل. نعم.
الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا على حسن المتابعة. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في برنامج الكويت تستاهل. هالعاصمة تفرق عن الكون كله، الكويت من بين العواصم لها ضي، صحيح عالبحر الخليجي مطلة، لكن على روحي تطل أكثر شوي.